هل لما الوالدين يقولوا كلام يزعل أولادهم ويؤدي ويؤذي ويجرح الأولاد، والأولاد دول زعلوا منهم، يبقى ده عقوق؟ لو الأولاد زعلوا من أهاليهم ما ينفعش يخصموهم. ممكن أزعل وأعبر عن زعلي، لكن أجافي أبويا وأمي بلاش نعمل كده. وده جزء من العلم الغربي اللي بيتصدر لينا، ان الانديفيدواليزم، الفرديه اللي منتشره في ثقافات غير ثقافتنا، ان ابويا وامي زي الناس، فلما يضايقوني ازعل واعتزل ما يؤذيك واهجرهم. احنا مش بنعمل كده يا جماعه، ديننا ما بيقولش كده. قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انا مش هسمع الكلام فيما يؤذيني وما يبعدني عن ربي، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. ابقى في خدمتهم وابقى قريب منهم، لكن اخاصم ابويا وامي عشان ابويا وامي بيعاملوني معامله مش كويسه، لا، اعبر عن مضايقتي. ويا ابويا ده فيه اهانه ليا، لو سمحت يا امي ما تقوليش الكلام ده عشان ده بيجرحني وبيحسسني ان انا مهزأ ولا مهزأه. ويا ابويا انا ما استاهلش الشتيمه دي، وما تمدش ايدك عليا لان انا كبرت على كده. قول لي ايه اللي بيضايقك وانا ما اعملوش، لكن ما تمدش ايدك عليا يا ابويا. وبأدب وذوق وهدوء ووضوح. لكن اخاصم فيصبح عليا ما ردش، او اعدي في الطرقه وابويا معدي ما صبحش. مش بنعمل كده يا جماعه، مش بنعمل كده. وربنا سبحانه وتعالى يهدي الاهالي ويرزقهم الحنيه على عيالهم، ويرزق الاهالي بر عيالهم زي ما يرزق العيال يا رب بر اهاليهم.